السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم بناتي في قناتكم خبر وانتشر. إن شاء الله فيديو اليوم يلقاكم بخير وعلى خير. ربي يعطيكم الصحة والهنا والفرحة دايما إن شاء الله في قلوبكم وفي بيوتكم وبين حبابكم وناسكم. فيديو اليوم على واحد الموضوع اللي يهمنا الكل. احنا بما احنا نهضروا على النساء اليوم طبعا، وحتى خاوتي ولا وليداتي ما حتى اذا علقتوه مرحبا بكم. الفيديو اليوم على منحة المرأة الماكثة في البيت. راح نسمعوا مداخلة لاختنا جميلة. طبعا انا نعطي رايي بالنسبة لهذه النقطة، نسمعوا واش راح تقول ومن بعد نرجع معكم للتعقيب. أروح لهنايا الماكثات في البيت. وأخيرا الجريدة الرسمية دارت لكم صدرت قرار رسمي بمنحة المرأة الماكثة بالبيت. نعم، فيها 700,000، فيها شروط بيان سور انك تكوني ماجيك خدامة، ما عندكش دخل، عمرك تحت 60 سنة، ما عندكش اي منحة، وما عندكش من خريطة في الضمان الاجتماعي، ما عندكش اللي يصرف عليك يكون لاباس عليه. هيا افرحوا. المهم هذه تروح بها المكتب، راهو في النشاط الاجتماعي للبلديه، في البلديه للولايه. تجيبي شهاده ميلاد وتجيبي شهاده عائليه وتجيبي فوتو وتعملي تصريح بلي ما عندك حتى دخل، وتجيبي ورقه عدم انخراطك في الضمان الاجتماعي وتصريح بلي ما تخدميش. هيا مبروك عليكم يا الماكثات في البيت. 700,000. روحوا للبلديه الدوسي وتم. لاكثر من 60 سنه وما عندهاش روتريت، مرأة ولا راجل، عندك 700,000. حتى كنتي في دار العجزة عندك 700,000. الحمد لله يا ربي. المهم 700,000 ولا ما كانش خلاص. هيا مبروك عليكم يا الماكثة في البيت. هاني جبت لكم خبر. هيا روحوا للبلدية والمسنين لأكثر من 60 سنة والمتقاعدين ثنا زاد لكم في الشهرية. هيا السلام عليكم. اولا نقول لك يا جميله الله يبارك فيك ومبروك على اللي استفادوا منها. نشوف فيها انا هذه المنحه الحقيقه للاسف كنا والله نستناو فيها، وكانوا البنات بزاف نعرفها يمكن نلقاها من برا يقولوا لي منعت هذه المنحه وكذا يديروها لنا وكذا. كنا نطمعوا انه اي وحده ساكنه او كانوا نقولوا احنا ماكثه في البيت ماهيش خدامه تديها، حتى لو كان الزوج تاعها خدام ولا معصور، المهم وكانه هذيك المنحه يعطوها لها بتحفظ لها كرامه نتاعها، تعاون بها روحها. كاين نساء كما تعرفوا كاين نساء طايحين في الرجال، حتى الدور تاعو هذاك ما تعرفوش، الاكثريه كاينين كيما هكا. فقط المراه اللي تعود خدامه تقدر توقف على روحها، ولا هذيك نقولوا هنا القابضه الصوا اللي تقدر تكون الشهريه في يدها وتحكم وكم تعرفوا ليسونسيال. هذه المنحه راهي ماشي نتسكل للاسف الشديد. خيروها تكون تكون المراه هذيك عندها وليدات، يكون راجل نتاعها عنده اعاقه، ولا نكونوا احنا عنده حاجه اللي تمنعه باش يخدم ويجيب القوت لوليداته، هي مستكلفه به كما نقولوا. قادر يكون الزوج هذاك راح هاجر وما رجعش، ضاع كما نقولوا احنا، هي متكفله بولادها. تجي تاني كذلك نقدر نقولوا المراه المطلقه، المراه الارمله، هذو الحالات اللي تتجمع فيهم هذه منحة المرأة الماكثة في البيت، اللي هي أصلا منحة ربة العائلة، ما كانش منحة سموها منحة المرأة الماكثة في البيت. كنا متمنين هذا، وكان الرئيس قبل صرح بها أنه راح يديرها، لكن بعد ما فهمتش أنا على عملوا لها هذه الشروط التعجيزية. الله يعلم. ليسانسيال ان شاء الله نتمنوا في المستقبل تكون هذه المنحه، وعلاش لا لكل النساء الجزائريات، لانهم هناك امهات يستاهلوا هذه المنحه. هذيك البنت اللي صابره اللي واقفه في البيت على الشغل البيت وشغل وقف عليه العائله تاعها، ومنها تستاهل تاني هذه المنحه. كل مرأة ماكثه في البيت كيفما كانت الحاله تاعها، سواء رجلها ماسوري ولا ماشا ماسوري، من حقها هذه المنحه. نتمنى ان شاء الله كيف منحة البطالة هم الولاد ما مش خدامين ويدوا في 1,500,000، حتى باش يكون هناك تكافؤ اجتماعي ولا لا. منحة البطالة الطفل خدام وموش خدام بصحته قادر يروح ينافيغي على روحه ويجيب المصروف تاعو، عكس المرأة
المراه مسكينه هذيك، هي المسكينه لا حول ولا قوه لها. لكن يعني في حشت الظروف يعني نقولوا الفئه هذه اللي كانت المنحه من نصيبها، نقولوا لهم مبروك عليكم، ان شاء الله يا ربي تصرفوهم بالصحه والهنا. لكن نتمنى ان شاء الله المطلب تاعنا، ونتمنى منكم كامل البنات تهودوا اسفل الفيديو وتطالبوا بهذه المنحة في حسابكم الخاص باسمكم انتم، مهما كانت الظروف نتاعكم ومهما كانت يعني الحالة الاجتماعية اللي راكم عايشينها. نتمنى ان شاء الله الخير لبناتنا وخياتنا، ونتمنى الخير لبلادنا ان شاء الله. ويا ربي ان شاء الله نسمعوا غير الاخبار المليحة اللي تفرحنا وتفرح بنياتنا وخياتنا. نتمنى لكم كل خير. الى فيديو اخر، ما تنسوش تبقوا داعمين للقناه اوفياء وتفعلوا جرس بيتكم كل جديد كي تشتركوا فيها ان شاء الله. والاعجاب على الفيديو، خلوا لي كومونتير تاعكم، نحب نشوف تعليقاتكم، حاجه يعني تفرحني بزاف. نقول لكم تهلاو في رواحكم، الى فيديو جاي ان شاء الله. ما تنساوش بلي نحبكم ونموت عليكم. مع السلامه.